أنت مساء يا سيدتي. أهلا. جئنا لك بهذا الصندوق، فيه بعض العتاد والأسلحة، أرسلها سيدي الوالي يخال أنك ستحتاجينها. كان الأحرى بك أن تسلمه للمقدم صلاح الدين. سلمناه صندوقا مثله. حسن، أدخله. هيا. هذا هو المفتاح يا سيدتي. الشكر لك. بماذا يفكر الوالي يا ترى؟ عمت مساء يا سيدي، واعذريني على هذه الطريقة غير اللائقة. لم أجد طريقة أنسب للقائك وتصفية ما بيننا من حساب. دليلة لا تقلق، إنه مريح جدا. اعذريني يا زينب، لابد من هذا لإنهاء الصراع. هل تريدين أن تقولي لها شيئا قبل أن أغلق الصندوق؟ سامحيني يا أمي، فقد رفضت العودة عن جنونك وكان علي أن أفعل شيئا. لا تنسى وعدك يا علي. لا تقلقي، لن أؤذي أم حبيبتي مع أنها دليلة نفسها. بسرعة يا علي، صلاح الكلبي ورجاله قادمون إلى هنا. حسنا، أخرجا الصندوق بسرعة. ما ذاك؟ لا تقلق بشأني، سأتدبر أمري. هيا. كما اتفقنا، خرجت أمك إلى ديوان الوالي الذي استدعاها على عجل. للمرة الأخيرة سأسألك، هل تريدين نبذ ماضيك والعيش معنا بسلام؟ أي سلام سأعيش إذا نبذت ماضي؟ من ينبذ ماضيه يا ولد؟ ولأجل من؟ سأبقى معك يا علي، سواء بقيت هي أم مضت في حال سبيلها. ادعي لهما بقلب صاف يا دليلة، إن كان لك قلب، فالسعادة والطمأنينة ستكونان من نصيب زينب في هذا البيت، ومع من تحبهم ويحبونها. هنيئا لكم بها. أما عدائي لك أيها الزيبق فلن يتوقف حتى الموت. سعد. مبارك أيها المقدم علي، عاد المقام إلى صاحبه. ما رأيك أن تكون عونا لي في الشرطة؟ لا 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 لا، أرجو أن تعفيني من هذه المهمة. أفضل البقاء هنا في ميدان السلاح لأكون عونا وعينا لك، وسأزودك بخيرة الرجال وأفضلهم. أعفيك إن اخترت لي عونا أثق به كما وثقت بك. حميد سيكون خير عون لك. لك ما أردت.